مدرسة القيد العيادي اللي كاينه في هذا الدرب اللي سميتو درب المدرسة بحومة قاع المشرع، واللي تبنات عام 1946. والعيادي هو ميلود بن الهاشمي اللي تولد في 1880. هذا القيد العيادي كان دار يدو مع المستعمر، ثم تراجع ودار يدو مع رجال المقاومة، بحيث كان ليه واحد الدور باش تدخل فرنسا لمراكش، وعطاوه واحد الوسام سميتو وسام الشجعان في فرنسا، ولكن بقاو في المخزن اللي نصبو قائدا على الرحامنة. وهذا الوفاء هو اللي خلاه يراجع الموقف ديالو من المستعمر، خاصة ملي نفات فرنسا الملك الراحل محمد بن يوسف الخامس باش ينصبو محمد بن عرفة. وطبعا هذا محمد بن عرفة غادي يخدم المصالح ديال الفرنسيز. نفاتو مع مجموعة من القواد اللي امتنعوا باش يسنيو على وثيقة تنصيب رئيس بدلا من الملك محمد الخامس. وحتى القيد العيادي نفاتو فرنسا، داتو نيت لفرنسا ونفاتو تماكن. ملي رجع للمغرب حبسوه واحد العامين، حيث ما بغاش يعترف بهذا السلطان اللي نصبوه، اي السلطان محمد بن عرفة، السلطان غير الشرعي. نخليكم تكتشفوا باقي الدرب الى ان اصور لكم الحومة كاملة.